خطوة وحيدة باتت تفصل فريق نهضة بركان عن التتويج بثلاثية تاريخية هذا الموسم. كاتبة التونسي معين الشعباني المتوجة بلقب البطولة الوطنية وكأس الكاف تستهدف لقب الكأس الفضية من بوابة أولمبيك أسفية. لقب آخر إن تحقق سينضاف لخزائن الفريق البرتقالي المتوج بهذا اللقب في 3 مناسبات. تحضيراتنا كانت في أجواء طيبة. عادي مقابلة كأس كنا مركزين أكثر، اللاعبين كانوا يعرفوا شنو لازمهم وشنو عليهم. إن شاء الله معناتها قبل كل شيء تكون مباراة طيبة بالنسبة للفريقين، مباراة نهاية موسم عرس كروي قبل كل شيء. المباراة ديال النهائي كيكون عندها طعم خاص. احنا عازمين ان شاء الله باش نحققوا المبتغى. الاوبجيكتيف ديالنا مازال ما كملناش. كيف ما كيشوف الجميع الاستعدادات ديالنا كدوز في احسن اجواء. في الجهة المقابلة قرش أسفي يرفع شعار التحدي لا تراجع للخلف للإطاحة بنهضة بركان ودخول نادي المتوجين بهذا اللقب بعدما سبق له أن خاض النهائي مرة واحدة بقيادة المدرب السابق لنهضة بركان أمين كرم. الأولمبيك يخوض مواجهة اليوم بطموح كتابة التاريخ. احنا فخورين بهذا المسار ديالنا في هذه السنة. اليوم احنا تنلعبوا مقابلة نهائية المرة الثانية في التاريخ ديال النادي، ومن بعد 10 سنوات من المرة الأولى. أول خطرة كنتأهلوا باش نلعبوا المسابقة الإفريقية ديال الكونفدرالية، وأول مرة هي كما قلت في التاريخ، دونك شرف كبير. وعندنا الحظوظ ديالنا كما قلت باش نلعبوا المقابلة النهائية. أكيد أنا غادي نلعبوها بالدعم الجماهيري ديالنا، بالدعم ديال جميع مكونات النادي والمدينة. على أرضية الملعب الكبير بمدينة فاس مواجهة نهضة بركان وأولمبيك أسفي تعد بالإثارة والتشويق. مباراة تختزل موسما شاقا لفريقين بصم على مسار مميز يتطلعان أن ينهياه بأفضل طريقة. درجة حرارة مفرطة أنس تصل إلى 43 درجة هنا بمدينة فاس. نتمنى أن يوازي درجة الحرارة المرتفعة حرارة على مستوى اللقاء. كما تشاهد خلفي يعني هنا مدرجة الملعب الكبير لمدينة فاس اليوم سيشهد احتفالية كبيرة لمن سيبتسم النهائي لفريق نهضة بركان الساعي للقب الثالث أو اللقب الرابع في كأس العرش، أو لفريق أولمبيك أسفي الباحث عن لقبه الأول. على العموم أنس الأجواء كما قلت هنا بشوارع مدينة فاس، حضور بعض العشرات من جماهير الفريقين. هناك تنقل يعني جماعية لا من مدينة أسفي ولا من مدينة بركات بتنسيق مع مسؤولي الفريق من أجل الحضور بشكل كبير. بالنسبة للتذاكر 13,000 تذكرة خصصت لجماهير بركان، ومثلها خصصت أيضا لجماهير فريق أولمبيك أسفي أنس. فريق أولمبيك أسفي ونهضة بركان خاض بالأمس آخر حصة تدريبية هنا بمدينة فاس، كانت بعيدة عن أعين الإعلام يعني بأبواب مغلقة. ما وصلني بأنه هناك غياب من فريق نهضة بركان يتعلق الأمر بهيثم أو منعوت، هيثم منعوت الذي يغيب بسبب الإصابة. في المقابل أولمبيك أسفي إبراهيم البحراوي يبقى هو أبرز غياب بالنسبة لفريق أولمبيك أسفي. إذن كل الترتيبات يعني على قدم وساق، كل ظروف مواتية من أجل عرس كبير مساء اليوم. ننتظر مواجهة إن شاء الله هنا بمدينة فاس على هذه أو على أرضية هذا الملعب وفوق هذه المدرجات. سنتابع نهائي ما بين فريق نهضة بركان وأولمبيك أسفي. كما قلت المباراة التي تنطلق بداية من الساعة 7 مساء، وبالتوفيق للفريقين معنا أنس.